مرحبا، شهر جديد، طاقات جديدة وحكايات جديدة سوف نعيشها في هذا الشهر أغسطس 2024. طبعا كل يوم هو جديد وفريد من نوعه، ما يتكرر ولا يمكن أن يتكرر، لذلك علينا أن نتعلم من طاقته ونعطيه من طاقتنا. أغسطس شهر يمتاز بالرغبة، ماذا تريد تحقق، ما الذي لا تريده لا يتحقق. شهر كارمي بامتياز. ماذا تعني الكارما؟ الدينونة، سوي خير يرجع لك، سوي شر يرجع لك، سريع في عودة الكارما، لأنه رقم 8 هو انفينيتي رقم أو إشارة انفينيتي، رمز انفينيتي، وبعدين صار بالمقلوب. اقرأوا عن رمز الرقم 8. لكن ما هي طاقة شهر 8؟ طاقة شهر 8 هي التوسع، نهاية فصل وبداية فصل آخر، نهاية صيف وبداية خريف، نهاية طاقة النار وبداية طاقة الهواء والماء الخفيف. عدة طاقات مجتمعة، 3 طاقات ماء وهواء ونار مجتمعة في شهر واحد، لذلك هو شهر التوسع، شهر علاقات كبيرة، شهر عقود واتفاقيات. وكان يسمى قديما في الحضارات القديمة شهر الأشباح، أو شهر الأرواح اللي تساعد البشر حتى يكملون مهامهم واتفاقياتهم. لذلك دائما شهر 8 تحدث فيه الكثير من الانقلابات والانتخابات والثورات هو شهر بداية لنهاية ونهاية لبداية، انفينيتي، كله مربوط بكله. شهر توسع وشهر علاقات جديدة وشهر اتفاقيات جديدة، وفرة، فيه من الوفرة ما فيه الكفاية، يعني تغرف من عندما تشاء، هو بالضبط ما تريده تفعله وما لا تريده لا تفعله. شهر إرادة وشهر رغبة بما تريد وما لا تريد. أغسطس اعتمدوه الرومان كأجمل الشهور، لذلك سموه على أسماء ملوكهم، واعتمدوه كشهر يرمز إلى الملوكية. وفعلا هو شهر يرمز إلى الملوكية، لأن أنت تريد شيء تحققه، وهذا بحد ذاته هو رمز للإرادة القوية وإلى الذكورية، شهر من طاقة الذكورية، من طاقة الذكورة. لذلك ما تريده في حياتك وما تتمناه حاول أن تفعله في شهر أغسطس، لأنه من أكرم الشهور ومن أوفر الشهور في إرساء جذور وقواعد جديدة لبناء تريده لحياتك. تنظيفات نفسية، شهر أغسطس من أجمل الشهور في التنظيفات النفسية، من عدة شهور كريمة وجميلة في التنظيفات النفسية حسب خبرتنا وعملنا في هذا المجال. شهر زراعة جديدة حتى تكبر أشجارك وتتوسع. استثمروا طاقة شهر أغسطس بما يليق بكل واحد فيكم وما يريده، لأنه شهر فعلا شهر إرساء قواعد وأساسات لبناء جميل. هو شهر وفرة وشهر ازدهار بالمال والأعمال، والكل سوف يلاحظ هذا، إضافة إلى الكثير من الدسائس والمؤامرات اللي راح تحدث وتقلب موازين الكوكب. وأيضا هو خير لمن يريد الخير والعكس، إذا كل واحد هو نتاج أعماله، وأغسطس مبارك أتمنى للجميع.